وصفات حلوة جدا بإذن الله. وكمان القشر بتاع التوم ده هنعمل منه توم باودر، يعني لو احنا جايبين توم ب50-60 جنيه هنعمل منه وصفات كتير جدا، وكأننا جبنا التوم بتاعنا ببلاش. عيدان التوم ديت انا باخدها كده، باخد العيدان اللي هي الطرية ديت وبحطها في اكياس وبحطها في الفريزر علشان اعمل منها احطها بقى في الشوربة، بتقعد معايا طول السنة وبتوفر معايا كتير جدا في اي نوع مرقة حابة تعمليه. مع البصل والجزر والكرفس بتحطي عيدين من التوم كده، وتبصي تلاقي بقى المرقة بتاعتك ريحتها راحت في حتة تانية خالص وطعمها كمان. فانا خدت قشر التوم بتاعنا وخدت العيدان اللي انا فتحتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وحطيتها في الفرن على درجة حرارة 120-130، يعني اقل درجة حرارة خالص. حطيها في الفرن تقعد معاكي ساعتين 3 بقى، راقبيها كده لحد ما تنشف معاكي خالص، وهوريكم شكلها في الاخر. وخدت عيدان التوم الطرية ديت وقمت حطها في اكياس واحطها في الفريزر، هعمل منها زي ما انا قلت